بدكم الصراحة والله أنا قاعد بصور وأنا خايف، لأنه هذه المنطقة خطيرة، ممنوع أي حد يجي فيها. هم قبلك حذروا. اليوم أنا راح أرجع على بيتنا بعد ما صرت سايبه إلي 3 شهور، فأنا لحتى الآن مش عارف إذا هو البيت ضايل كويس ولا مش كويس. فهذا الإشي راح نشوفه مع بعض. خليكم معاي خطوة بخطوة وأنا راح أوريكم كل إشي بالتفصيل، وإن شاء الله البيت يضله زي ما هو. أنا بتمنى، لأنه هذا الإشي مستحيل إنه يضل زي ما هو، بس يلا إحنا نشوف. زي ما أنتم شايفين المناطق هذه فيش فيها حد، وإنه الواحد يجي عليها هذه مغامرة. بس إحنا شعب عنيد مخه تنح. طلع كيف المنطقة، يعني فيش حد غيري في الشارع. فإن شاء الله ربنا يسهلها معاي. البيت لسه بعيد، بده مشي حوالي يمكن نص ساعة. فإن شاء الله بنصل على خير، وبنصل إن شاء الله بالسلامة. يعني زي ما انتم شايفين الأمور شوي صعبة، والواحد صار غامر يعني، لأنه طلعوا فيش حد غيري في كل الشارع. بس إن شاء الله ربك بسهلها. وش بدنا نعمل؟ احنا شعب مخه تنح هيك، مخه لاصة زي ما بيحكوها. صعب يعني، احنا بنهابش، عقولنا هيك من الله، مش بيدنا. وان شاء الله النصر هيكون قريب. فيلا احنا نشوف بيتنا بعد ما سبناه إلنا 3 شهور. فانا بصراحة مش عارف البيت ضايل زي ما هو ولا تأذى، بس اكيد متأذي، لانه ما فيش حاجة ضلت زي ما هي. فيلا خليكم معاي، وان شاء الله راح نصل بالسلامة. واخيرا يا جماعة الخير وصلت بيتنا، بس للأسف المشهد كان اقسم بالله متعب، لانه هو هذا بيتنا للأسف. هو هذا راح احط السهم عليه. للأسف فيها دارنا، وزي ما كنت متوقع انها مستحيل تضل سليمة وبخير، لانه زي ما انتم شايفين يعني مستحيل تلاقي دار واقفة زي ما هي، مستحيل. شايفين كيف؟ يعني هذه الحارة تربيت فيها من وانا صغير، كل الذكريات راحت، ما ضلش فيها شي سليم. بس ايش بدنا نعمل؟ برضو احنا معندين، وان شاء الله راح ننتصر. هي بس بدها شوية صبر. ايش بدنا نعمل؟ يعني قصدك بدنا نموت؟ مش هنموت، والمال هذا كله برجع بتعوض. اهم اشي الصحة، وطول ما الواحد مؤمن بالله والله ما بيقلق من اي اشي. ربنا يعوضنا عوض خير.